ما تيجي يا ابو عمو اوريك مشروع سهل وبسيط واي حد يعرف يعمله وهو قاعد في البيت، وسيبنا من الحاجات اللي احنا بنتفرج عليه من غير ما نستفيد به. مشروع زي كده سهل وبسيط، والمقادير كلها هنقولوها معاكم في الفيديو. الناس زعلت مننا الدور اللي فات عشان ما عملناش المقادير بتاعت الفيديو، فطبعا البتاع ضرب. اشتغلنا بخشمنا على بال ما محمد مش عايز يرد علينا على بال ما يصلحوا لنا. طبعا جبنا الثلاث اهرام، خلناهم بالبريل وثبتناهم في الرخامة اللي قدام حضراتكم. جبنا ده سيليكون رابر مستورد. وجبنا المصلب، حطينا المصلب على الربر وبالطريقة زي ما انتم شايفين، ولازم بصباعك تقعد تملس عليها يمين وشمال عشان خاطر ما تطلعش بهوجة وما تطلعش غلطات في التحفة بتاعتك. ثانيا بتجيب طبعا ادينا لها وش تاني عشان سرعة الفيديو، بس سرعنا الفيديو. هو القالب معمول في 4 ساعات تقريبا، لخصنا الموضوع كله في 6 دقايق. يا رب ما تملوش منيني، ويا ريت كله يشارك المنشور عشان كله يستفيد، وربنا يجعلنا سبب في رزق ناس تاني. قولوا امين. زي ما انتم شايفين الاسطمبة بتاعتنا ما يقارب انها خلصت. الربر بتاعها لانه لسه في الجراب بتاعها، طبعا شلنا الزيادات بتاعتها. خلوا بالكم يا اخوانا، الاسطمبات دي او القوالب دي كانت بتجيلنا من الصين، فالحمد لله قدرنا نعملوها ومعاكم ان شاء الله لغاية ما كل حاجة هعملها لكم بالتفصيل. طبعا فرغنا كل هرم بالموس عشان وقت ما انت تخلع القالب بيبقى سهل معاك، بدل ما تخلع الثلاث قوالب مع بعض لا تخلع قالب بس وهنحطوا لهم الفايبر جلاس او الالياف الفايبر. خلينا برضو الرابر بتاعنا او الاسطمبة بتاعتنا بالبريل برضو عشان خاطر القالب بتاع الفايبر يطلع. جبنا الالياف الفايبر قدام حضراتكم ده، هي زي ما انتم شايفين. قصينا على كد الاسطمبة. واي حد يعمل الاسطمبات، بس هي صعبة جدا. عايزة تركيز وعايزة شغلانة. وزي ما قلت لحضراتكم انا الاسطمبات متوفرة معاي، والطلب الاسطمبات او القوالب التواصل عبر رسائل الصفحة. الاسطمبة زي ما انتم شايفين بعملها لكم بالتفصيل، بحيث انه الاسطمبة اي حد بياخدها مني الحمد لله. وبشكر اي حد خد المشروع وبعت لي صور الشغل وصور المنتجات بتاعته. عشان ما انتهوش عن الموضوع بتاعنا، طبعا جبنا البوليستر مع سبيداج، دول اللي قلبناهم في بعض. ده كوبالت عشان خاطر العجنة تنشف بسرعة معاك. قلبناهم مع بعض. اللي في القزازة الابيض ديتي ده المصلب بتاع البوليستر. خلوا بالكم في مصلب بتاع الربر لوحده ومصلب البوليستر لوحده. زي ما انتم شايفين نقلبوهم تقليبة زيني عشان خاطر جبنا الياف الفايبر. نحطوها نثبتوها بس على كل اول هرم لغاية ما واحدة واحدة هتلاقيها هي بتنشف معاك. بتجيب ألياف تانية بتجيب ألياف تانية بتحط بوليستر لغاية ما تلاقي النتيجة اللي انتوا هتشوفوها حضراتكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين طبعا بقطع من الألياف واحطها عشان خاطر اللي ياخد الاسطمبة مني يقول الله يبارك لك يا أيوب. واحد اي حد المشروع ده لاي حد، وبالذات اخواتنا البنات الستات اللي هم غير قادرين او ما قادرين يطلعوا يشتغلوا برا خوفا من القيل والقال. لا يا ست الكل، ده مشروع سهل وبسيط وتعمليه وانت قاعدة في مكانك في البيت. اي شاب محتاج انه يصرف على نفسه، شايف مصاريفه تقيلة، لا مشروع زي كده سهل وبسيط هتعمله في البيت وتطلع تبيع. وخصوصا الناس كتير بتقول لي طب التسويق ازاي؟ هقول لك انا قبل كده طلعت القطر وبقيت ابيع بالانجليزي. اوريكم رابط الفيديو هتلاقوا في اول تعليق تشوفوا بسوق ازاي. طبعا احنا خلصنا الالياف بتاعتنا اللي هو الجراب بتاعها بتاع القالب بتاعنا شايفين. طبعا عشان البريل طلعت بسهولة معاني. ادي القالب، ادي الهرم التاني. معذرة أنا بتكلم سريع عشان شايف الفيديو سريع فاعذروني. آه جبنا القالب حطيناه في الجراب بتاعه. زي ما قلت لحضراتكم القوالب دي كانت بتجيلنا من الصين، ده غير التحف اللي قدامنا. يعني الثلاث أهرام اللي قدامنا دول اللي احنا نسخنا عليهم بياجوا من الصين برضو. فاحنا ما لنا ليه تجيب لنا حاجة الصين؟ ده ما احنا أولى بالمشوار دي. الخامة اللي قدام مني ده اللي أنا هعمل بيها الأهرام دي جبس.
فانت طبعا بتاخد القالب، بتعمل جبس، بتعمل بولستر، بتعمل سبيداج، بتعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ايبوكسي، بورسلين، اي حاجة. طبعا لازم بالحروف بتاعت يدك تمشي بيدك كلها على الجناب بتاعت الاهرام عشان خاطر ما يبقاش فيه هواء زي الاصل بتاعها اللي قدام حضراتكم، وتقعد تدق فيها من شمال. طبعا الاسطمبة ده هي خلصت قدامي زي ما انتم شايفين. وما تنساش يا ابو عمو بالله عليك يا شيخ لا تعمل مشاركة عشان خاطر غيرك يستفيد، وربنا يجعلنا ان شاء الله سبب في رزق ناس تاني. طبعا نحتنا الاهرام من تحت زي ما حضراتكم شايفين، مشروع سهل وبسيط. وما تنساش تتابعونا على قناتنا باليوتيوب. وإن شاء الله انتظروا مننا فيديوهات جديدة وكلها بالشرح إن شاء الله. ومعذرة الفيديو اللي فات هو نزل كده من غير الشرح، مع إنه كنا بنشرح وكل حاجة، بس هو جا كده. طبعا زي ما انتم شايفين الأهرام بقت زي الأصلي. وما تنساش يا أبو عمو، وحب الخير لغيرك كل الخير يجي لك. اطفى يدي. السلام عليكم.